اهلا بيكم في قناة اوفر ثينكينج. النهارده هنتكلم عن اقوى 10 مسلسلات قادمة في رمضان 2017. هنبدأ القايمة دي بمسلسل عادل إمام باسم عفاريت عدلي علام، وطبعا زي ما متعودين عادل إمام بيبقى معانا كل رمضان بمسلسل جديد، بس المميز المرة دي إن هيبقى مع غادة عادل، وطبعا ما ننساش هالة صدقي ولطفي لبيب وكمال أبو ريا ومي عمر وعزت أبو عوف وكمان مصطفى هريدي. طبعا المسلسل هيبقى من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام وإنتاج سيلينجي تامر مرسي، وهيبقى من النوع دراما اجتماعي كوميدي، وده هيتعرض على قناة MBC وMBC مصر. تاني مسلسل معانا هيبقى 30 يوم، وده هيبقى بطولة آسر ياسين وباسل الخياط، ومعاهم ندلاء بدر وإنجي المقدم وأحمد عزمي ووليد فواز وهند عبد الحليم، ومن إنتاج مها سليم وإخراج حسام علي، وهيبقى من النوع دراما كوميدي وهيتعرض على قناة DMC. تالت مسلسل معانا باسم لمع القط من بطولة محمد إمام وطارق عماد، ومعاهم إنجي أبو زيد وصلاح عبد الله ورجاء الجداوي وطاهر أبو ليلى وسليمان عيد وإدوارد، وهيبقى من تأليف حازم الحديدي وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج عمرو عرفة، وهيبقى من النوع دراما اجتماعي كوميدي وهيتعرض على قناة MBC مصر. رابع مسلسل معانا هيبقى باسم الحصان الأسود بطولة أحمد السقا وشيري عادل وياسمين صبري وصبري فواز ومحمد فراج وأحمد بدير وبيومي فؤاد، وهيبقى من تأليف محمد سليمان وإنتاج شركة سيدارز وإخراج أحمد خالد، وهيبقى دراما اجتماعي تشويق، وهيتم عرضه على قناة MBC مصر. خامس مسلسل في القايمة دي هيبقى باسم الأعلى سعر بطولة نيلي كريم وزينة وأحمد فهمي، ومعاهم نبيل الحلفاوي وبشرى وسارة سلامة ومي كساب وأحمد مجدي، وهيبقى من تأليف مدحت العدل وإنتاج العدل جروب، وهيبقى من النوع دراما اجتماعي رومانسي، وهيتم عرضه على قناة DMC. سادس مسلسل هيبقى باسم الضايعين بطولة دنيا سمير غانم وحمد المرغني وسمير غانم وبيومي فؤاد وهنا الزاهد وشيماء سيف وليلى عز العرب، وهيبقى من تأليف مصطفى صقر وإنتاج شركة روزنامة وإخراج أحمد الجندي، وهيتم عرضه على قناة CBC. سابع مسلسل معانا هيبقى باسم كفر دلهاب بطولة المبدع يوسف الشريف وروجينا ومحمد رياض وأحمد سعيد عبد الغني وهادي الجيار وصفاء الطوخي ومي القاضي ومحمد أبو الوفا، وهيبقى من تأليف عمرو سمير وإنتاج سينرجي تامر مرسي، وهيبقى من النوع تشويق ورعب، وده الجديد واللي مخليني متشوق للمسلسل بشكل شخصي، وهيتعرض على قناة ON. تامن مسلسل معانا في القايمة دي باسم الزيبق بطولة النجم كريم عبد العزيز وشريف منير وطلعت زكريا وريام عبد الغفور وسهر الصايغ وإدوارد وهادي الجيار، وهيبقى سيناريو وحوار وليد يوسف، ومن إنتاج شركة أوسكار وإخراج وائل عبد الله، وده قصته هتبقى عن قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة، وهيتعرض على قناة ON. والمسلسل اللي قبل الأخير في قائمتنا هيبقى باسم خلصانة بشياكة بطولة الفنان أحمد مكي وشيكو وهشام ماجد ودينا الشربيني، ومعاهم بيومي فؤاد وانتصار وأس ويزو، وهيبقى من تأليف أحمد محي وإخراج هشام فتحي، وهيبقى من النوع كوميدي وهيتعرض على قناة DMC. آخر مسلسل في القايمة دي واللي مستنيه بشكل شخصي مسلسل واحة الغروب بطولة منة شلبي وخالد النبوي وسيد رجب وركين سعد وأحمد كمال وخالد كمال وسلوى محمد علي، وده هيبقى عن رواية لبهاء طاهر ومن إنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكرى، وهيبقى من نوع دراما اجتماعي تاريخي، وهيتم عرضه على قناة DMC. وبكده تكون قائمتنا خلصت. يا رب يكون شهر كريم عليكم، ولو الفيديو عجبك متنساش تدعمني وتعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع الحلقات اللي جاية، واكتب لنا كومنت بأكتر مسلسل مستنيه ومتحمس إنك تشوفه.